خربت بيوت وهدمت أسر ووطخت سمع وسقط أشخاص واتهمت أشراف بسبب قالوا وكذب ونقل. إن جاءكم فاسق بنبأ إيش فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. ممكن من هب ودب. حنا المشكلة اليوم حتى في تويتر تدخل تقرأ معلومة تصدقها وتنقلها وتحلف بالله أنها حقيقة. الإشاعات يا جماعة وكالة يقولون، القص واللزق، التغريدات الوهمية، الكلام اللي لا نتأكد من صحته، احذر أن تكون مصدرا لنقل الأكذوبة والإشاعة ثم تتحمل وزرها ووزر من نقلها ووزر من قرأها ووزر من عمل بها وأشاعها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا قال لعنوا. فأخرج نفسك من هذا الميدان. الروح لها سر ثاني، كل يوم ترقى فوق وترجع. نمت طلعت روحك فوق عند باريها، ترى الله قادر ما عاد يرجعها لك. عشان كذا الرسول إذا قام من النوم شو يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما كنا ميتين. ليش الشيطان أكثر معصية يحبها تصير في الليل؟ يبغى روحك إذا خرجت ما ترجع، يقول يمكن ما تجي. ولذلك لا تنام إلا أنت على طاعة. نصيحة لأبنائي، نصيحة لبناتي، لا تنام وأنت قد ختمت على عينيك بأن تنظر إلى التلفاز والحرام. أرجوك لا تنام وسيجارتك في يدك. لا تختم يومك بسيجارة، ولا تختم يومك بجوال على موقع إباحي. لا تختم ليلتك بذاك أبدا. والله لو علم الله صدقك في الليل وتعبدك لأظهر الله منك نورا يراه الناس في وجهك إذا أصبحت في الصباح. صلاة الفجر، النوامين هذولي اللي كبروا الوسادة، ترى الشيطان بال في أذانيهم وعقد على أذانيهم 3 عقد. نم أمامك ليل طويل، ويقوم وهو سيء النفس خبيث النفس ما له وجه وراحت منه ذمة الله. أما ذاك اللي قام وفز وتوضأ وانتهض ومشى في الظلمات وتحمل البرد ودخل المسجد وصلى، هذا في ذمة رب. اليوم شيبان وكبار وشباب ويسخر في فراشه ما يصلي ولا يعرف، بال الشيطان في أذنه وضيع صلاته ويجي يقول يا رب يا رب. وين تجي هذه صلاة الفجر؟ أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأموم. أنا لا يأس ولا أقولها لك الناس، لكن عندنا مشاهد مؤلمة. لما تطلع الفجر ما ترى إلا 4 5 6 صف، بينما الحي فيه عشرات. بالعبارة السوقية بعض الناس بجيح، يجي يقولوا قدام أنت كذوب، أنت حرامي، أنت سروق، أنت نصاب، أنت والله ما فيك خير، أنت ليه؟ وش هالجرأة؟ بعض الكلمات تكسر الخواطر. الكلمات الجارحة ظلم، الكلمات البذيئة ظلم، الكلمات التي لا تراعي خواطر الناس ظلم. ولا ينبغي أنك تكون متهور في الكلام مع الناس بهذه العبارات الجارحة وتحاط نفسك أنت كأنك وكيل آدم على ذريته. هذا حرامي وهذا كذاب وهذا فيه وهذه فيها وهذه فعل. ليش؟ من وكلك على الناس حتى تجرح هذا وتعدل هذا وتتكلم في فلان والكلام البذيء، الكلام اللي مو طيب. ترى ورد في الأحاديث أن آخر الزمان يكون سلام الناس سب. اليوم بعض شبابنا الله يعفو عنا وعنهم يهديهم يمد يده لا الله يلعن كذا، وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة خذها قاعدة، تبغى تعرف ميزانك في الإيمان. ليس المؤمن وش يا رسول الله؟ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إذا كان عندك طعن وسب ولعن وفحش وبذاءة في لسانك فأنت ناقص الإيمان، وراجع نفسك. أبو هريرة سألت النبي من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ ظن أنه سيقول أبو بكر أو عمر أو سيقول علي أو أهل بيتي. قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قولوا لا إله إلا الله. أنا أنصح كل مشاهد الآن يشاهدني ومشاهدة، قل لا إله إلا الله، خلها تملأ قلبك وتملأ كيانك وأنت مخلص لله حتى تضمن شفاعته. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبحذر بناتي الطيبات الصالحات، تابعي
لأجل الفائدة، صورة لمتسابق تحطينها في حسابك، لا. إعجاب يتعلق القلب، لا. تفكرين في شكل، في مظهر، في طول، في غير ذلك، لا. حرام حرام. رسائل عاطفية ومدح وثناء، لا، مرفوض. لا تمدحين ولا ترسلين كتابات عاطفية أبدا. إن أردت أن تستفيدي فلك ذلك. ترى في بيوت الآن فيها عزاء، وأقول لكل من أصيب بمصيبة اسمعوا هذا القول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة، أي مصيبة، فاذكر مصيبتك بي، يعني تذكروا موتي، فإنها أعظم المصائب. ويقول الشاعر: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا ذكرت مصيبة تلهو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله على محمد وآله. اللي ضال من زوجته وضال من ولده وضال من أخته وماخذ ميراثهم، واللي ضال من جاره، واللي متهمة صديقتها، واللي جالسة تتكلم في جارتها، واللي جالس يقول في فلان فيه ولا يكون فيه، كل هذا من الظلم، تراه مسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللي يكتب بتويتر حاطم بيضة ولا اسم مستعار مسكين، يحسب ان احنا ما نعرفك، صح، لكن اللي خلقك يعرف من انت، اللي خلقك يعرف اسمك الحقيقي. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله ستقف، والله ستسأل، والله سيوقفك ربي ويسألك عن كل كلمة وعن كل حرف وعن كل همس وعن كل لمز وعن كل غمز وعن قذف الناس وعن اتهامات الناس بالباطل وعن وبنصح أيضا الآباء، واليوم بينبسطون أهل البيوت إن شاء الله شوي، يا أخي لا دخلت هول، بعضهم يجي مكفهر إذا دافع علبة، إذا شفته تقول الموت جاي معه، وإذا طلع برا ما في أحسن من ابتسامته، يهلي ويرحب وشحليله، ولا دخل على أم عياله أعوذ بالله كأن الشيطان دخل في وجهه. ابتسم لأسرتك ولبيتك ولأبنائك، تلطف مع هذا ومع ذاك، حتى وإن كانت ظروف الحياة صعبة والأمور فيها ما يزعجك، أمور الشارع وأمور الوظيفة وأمور المكتب والديون وغير ذلك، لكن الابتسامة والضحك والقرب من الأبناء والأسرة يعطي مكانة قوية. احتضنوا أبناءكم كما احتضن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن.